ما شاء الله يا جماعه. يعني الشطناره الميته شغاله ما شاء الله يعني. وغالبا دنيس يا جماعه. ده اول استفتاحنا يا جماعه. ما شاء الله. اول استفتاحنا على الشطناره الميته. ترميل شعر 25، سلاح 6 كفته. وحشنا الصيد وحشنا الدنيس وحشنا السمك. يلا بينا كده نشوفوا هنعمل ايه. واكل على الفرده اللي تحت يا جماعه وداخل على الشطناره الميته هي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. بجد وحشتوني جدا، وحشني الصيد. اتاخرت عليكم بسبب ظروف شخصيه تخص الشغل يعني. كنت منوه عن 3 فيديوهات في اخر فيديو، ان شاء الله هينزلوا في وقتهم هم موجودين، بس انا كنت مضغوط الايام اللي فاتت دي، فاعذروني معلش. بنرحب زي كل فيديو بالمشتركين الجداد، وبنوعدهم ان شاء الله ان كل خبايا الصيد، كل معلومه عن البحر وعلى وجه الخصوص الصيد، ان شاء الله هنكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله نعمل لكم فيديو حلو يليق بيكم بعد الفتره والغياب الطويل ده. طبعا تحياتي الخاصة لأصحاب التعليقات المحترمة، الناس اللي دايما بستنى تعليقاتهم كل فيديو. ومش هقدر أقول أسامي يا جماعة، أنا حافظ بعض الأسامي، فعشان ما انساش حد محدش يزعل، بس هحفظ الأسامي وهقولها. بشكركم جدا وبشكركم على دعم القناة. بلوم بس بعض مشتركي القناة فليه عتاب عليهم. يعني انا دايما يا جماعه راجع فيديوهاتي كلها، هتلاقيني ما بقولش او ما بطلبش حد يشترك. ليه؟ الاشتراك ده بالنسبه لي انا اختياري يعني. انت اللي بتختار، يعني ما بتبقاش مجبر ان انت تشترك عشان الراجل اللي في الفيديو قال لك اشترك. فانا دايما بطلب لايكات. ليه؟ عشان الفيديو يوصل لاعلى ليفل وعشان نتشاف. آه، يا رب نكون بعمل لكم فيديوهات على قدر المتعة، وعلى قدر ال- 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 المناظر الطبيعية اللي احنا بنشوفها. بنغير جو البحر دايما بيصفي الذهن. فبطلب من مشتركي القناة يا جماعة ما تبخلوش على القناة بلايك. الواحد بيبذل مجهود بدني وذهني عشان يطلع لك اللي انت شايفه ده كتير جدا، فما تبخلش بلايك. مشتركي القناة، انا بحدد مشتركي القناة يا جماعة. اعمل لايك للفيديو طالما انت مشترك برغبتك. انا ما يعني انا ما بطلبش من حد الاشتراك يا جماعه. وكل ما المشتركين بتزيد عندي الواحد بيفرح، لان انا ما بطلبش اشتراكات. الاشتراك ده بتاعك انت المحتوى عجبك، مناسب ليك، جاي معاك بالبلدي يعني، بتشترك. طيب لما تشوف فيديو اكيد هيعجبك منظر طبيعي، اكيد هيعجبك تقويس بوصه، اكيد هيعجبك السمكه وهي طالعه من الميه، اكيد هتطلع بمعلومه. فما تبخلش على الفيديو بلايك لو تكرمت. كلامي موجه لمشتركي القناه. انا عارف مين طبعا اللي بيعمل لايكات وباستمرار لايكات وطالع معايا في اللايكات، ومين اللي بيتفرج. بس انت مشترك في القناه برغبتك، لو سمحت ما تبخلش عليا بلايك. طولت عليكم، هنتكلم في كل حاجه في الفيديو واحنا شغالين. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معلش طولت عليكم، يلا بينا. دي كبشه من الشطناره يا جماعه اللي احنا هنصطاد بيها ان شاء الله. المفروض ان احنا جايبينها كلها حيه، في ريح منها وفي حي زي ما احنا شايفين كده. دي حيه، في حي منها كتير. دي اللي احنا هنصطاد بيها تقريبا من عقله ونص لعقلتين يا جماعه، زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف هنعملوا بيها ايه، وهنتكلم عن العده المستخدمه، وهنتكلم عن كل حاجه واحنا شغالين. يلا بينا يا جماعه. النهارده احنا عاملين سلاحين فوق، ولا واسع ولا ضيق، يعني الفرده شبرين تقريبا، 2 فوق وواحده تحت. بندكك الشطناره بنفس الشكل ده كده، شطناره ميته على حيه زي ما قلنا. تعالوا كده نرمي واحده على المباشر كده مع بعض. رصاصه 3 عشان الميه خفيفه النهارده. تحت منها مدور نازل منها الفرده 25 في سلاح 6، وفوق زي ما احنا شايفين كده الوضع. تعالى نرموا كده رميه، ولما نكرر الكلام في كل فيديو يا جماعه، يعني منها للتاكيد ومنها للناس اللي اول مره تتفرج علينا. لما دايما يبقى قدامك غرق 2 3 متر، ما برميش في الواسع، بحاول ارمي في الحواجز. برمي في القريب الاول، هشوف اجس السمك واشوف الميه فيها ايه في الاول في الحروف، ويا سلام لو في قشايه او وعرايه.
احنا قدامنا وعرايا اهو، برمي في الرملايه اللي بعديها. يلا بينا نرموا مع بعض. بطوح ايدي بالشكل ده وبمسك على الشعر كده لغايه ما الرصاصه تنزل، عشان تنزل في المكان اللي انا رميت فيه. بكرر الكلام تاني عشان الكلام ده مهم جدا. وبلم البوش وبمسك على ايدي. عاملين فردتين فوق واسعين وفرده تحت، يعني هم مش واسعين ولا ضيقين، يعني تقريبا الفرده شبرين، سواء اللي تحت او الاتنين اللي فوق. ما شاء الله يا جماعه. ان شاء الله. الفليجس ظهر بس مشفف. ده الفليجس يا جماعه، زي ما قلنا بالشطناره، مشفف. يعني ايه؟ واكل يعني يا دوبك على الشفه يعني. خليكم معايا كده ويلا بينا نشوف اللي جاي ايه. ضربت ضربتين حلوين ما شاء الله. ما شاء الله. ضربة دنيس يا جماعة. بصوا يا جماعة، أنا بقول ضربة دنيس. بص المرمار بيضربني زي الدنيس بالظبط. بص المرمار حجمه، بص حجم المرمار. نرمي واحدة على المباشر كده مع بعض يا جماعة. المية النهاردة خفيفة، ممكن تاخد منها دنيس، وممكن في المرمار زي ما احنا شفنا كده، بس المرمار اللي هيخش في المية دي هيبقى مرمار متصلح يعني. في القريب يا جماعة، مش في البعيد، يعني مش في البعيد قوي، يعني ايه، تطويحة بس كده، تشويحة صغيرة يعني. بصوا يا جماعة، أول ما نزلت اتضربت، وغالبا مرمار أو دنيس زي ما قلنا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. دنيس اهو بس مشفف شويه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ما تنساش اللايك زي ما اتفقنا، واشترك القناه. خليكم معايا. واحده تانية كمان مع بعض على المباشر يا جماعه. مش تشويح، يا دوبك 30 متر قدام مني. بجس الميه، بشوف السمكه واكله فين، بسيب الرصاصه تنزل زي ما اتعودنا في كل فيديو. نزلت الرصاصه خلاص، يبقى نزلت في المكان اللي انا رميت فيه. بلم البوش وبمسك على ايدي. اهو خدت ضربه صغيره، بدات تضرب شويه، ضربت اكتر. بسيبها لغايه ما اتمكن منها، لغايه ما توقع نفسها. سكتت. ممكن تبقى معايا. معايا. هي وقعت نفسها يا جماعه. في مرمار في الميه ودنيس زي ما قلنا. مرمار اهو واكل على الفرده اللي تحت، والمرمار لما بيبقى جعان بيوقع نفسه. خليكم معايا. هنجرب نرمي رميه تانية على المباشر يا جماعه. شطناره. طول ما في مرمار في الميه، لو البرغوته بقى اللي معاك حلوه كده متصلحه عقله ونص مثلا، تبهدل المرمار اللي في الميه. ليه؟ طول ما الطعميه ماسكه في الصناره على قد الصناره بالظبط، توقع السمكه بسرعه. انما الشطناره انا بنقي صغيره، بس في كبيره. بس المرمار ما بيفرقش معاه، ممكن تضرب مرمار كبير يخش على الشطناره دي. يا جماعه السمكه دي ضربت معايا وانا بلم عشان اشوف الطعم.
شاء الله ما شاء الله. ده المرمار بقى اللي احنا بنتكلم عنه، اللي ممكن يخش على الشطناره زي ما قلنا، الشطناره الكبيره. بصوا المرمرايه يا جماعه، ادي المرمار اهو. بصوا المرمار حجمه عامل ازاي. لسه بنتكلم بنقول ان لو ضرب الشطناره الكبيره هيضربها مرمار كبير زي ما احنا شايفين اهو. ده المرمار بتاع الفيديوهات اللي فاتت يا جماعه، اللي هو داخل على الاربع، داخل على الاربع. انا بمجرد ان انا نزلت اتضربت يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله. كويس قوي ان احنا بناخده سمك في الميه الخفيفه دي يا جماعه. خير من عند ربنا، خير ان انت بتاخد سمك في الميه الخفيفه دي. وما شاء الله يا دنيس يا مرمار متصلح ما شاء الله. زي ما احنا متعودين هنشوف الحصيله في اخر كل فيديو. زي ما احنا متعودين. افتح صندوق الوصف تحت هتلاقي اجابه ان شاء الله على كل سؤال انت ممكن تساله. يلا بينا شوف هنعمل ايه. دي جماعه كبشه سمك كده. بص عشان اوريكم بس المرمار يعني حجمه موازي اكبر من الدنيس، يعني قد الدنيس وفي اكبر. يعني بصوا المرمار يا جماعه، بصوا المرمار عامل ازاي ما شاء الله. يعني داخل وحايد، بس ممكن يعني يخش عشان الطعمايه خشنه. يعني لو في مرمار كبير هيخش على الطعمايه زي ما احنا شايفين كده. وادي الدنيس دي كبشه كده. واستنوا الحصيله طبعا زي ما احنا متعودين اخر الفيديو ان شاء الله. ما شاء الله يا جماعه، يا مرمار يا دنيس. المرمار استني بس، ايه دي رايحه فين؟ المرمار الخشن بدأ يخش اهو. بس لاحظت حاجه، انه بياكل وانت بتحرك الطعمايه بالهمسه كده، واحده واحده قوي بيخش. تعالوا نشوفه كده، هنشوفه واحده على المباشر مع بعض. يلا بينا. ما شاء الله يا جماعه دنيس. كعبل طبعا القرمه عشان انا يعني هو ما كعبلاش قوي يعني. يا جماعه هو ضارب السلاحين، يعني هو ضارب السلاح اللي تحت والسلاح اللي فوق. بيحصل بيحصل اهو زي ما احنا شايفين. الدنيس بالع يا جماعه. خليكم معايا. طالما السمكه كلت معايا بره كده يبقى لازم اجس الميه بره. ممكن السمكه تكون حرفت دلوقتي. تعالوا كده نشوفوا رميه كده، بس هنطوح ايدينا زي الفيديوهات اللي فاتت، وزي ما احنا شفنا في اول الفيديو مش هنشوح. تحت رجلينا هنا بعد الوعرايه على طول. بالطريقه دي يا جماعه. ده في القريب خالص يا جماعه. بصوا يا جماعه ده قراد، بس ضرب معايا سمك تاني غير القراد. يعني في السمك في القريب. تعالى هنشوف مع بعض. القراد ده طبعا اتكلمنا عليه في فيديو، اتكلمنا عليه كلام كتير. وطبعا اللي عايز يعرف اضراره طبعا بنخلي بالنا منه جدا. بكرر تاني وبكرر تالت وبكرر عاشر. ليه؟ لان ده ما فيهوش هزار، ده ما فيهوش هزار. برجاء يا جماعه الناس اللي بتاكل القراد الكبير بلاش بالله عليكم، عشان اخطر انواع السمك اللي في البحر.
السم بتاعه ما فيهوش هزار وما فيهوش فصال. خلي بالكم، ده منظره اهو، ده الصغير بتاعه. نخلي بالنا بالله عليكم يا جماعه، عشان كمان بيبقى مدسوس في البسارية. الناس اللي بتحب البسارية، وقلت الكلام ده في فيديوهات قبل كده، بيبقى مدسوس بين البسارية والناس ما بتاخدش بالها. واقلي وكل، لا، لازم البسارية تتنقط كويس، والناس تفهم ستات البيوت بتاعتنا. القراد اهو شكله اهو بيبقى في وسط البسارية، نخلي بالنا منه. تعالى نرمه في القريب كده ونشوف هنعمل ايه. يعني شوية يمسك الواسع، شوية يمسك القصر. اوكي، على الفردة اللي فوق الرصاص على طول. يعني احنا زي ما احنا قلنا عاملين فردتين فوق وفردة، ولا واسعين ولا ضيقين. السمكة شوية تاكل على الجرجرة وشوية تاكل الطعمية واقفة. السمكة النهاردة مشكلة يعني. ده حلبوش يا جماعة. الطعمية اتحركت قدام منه، دخلها باشا على طول. ده اللي هو الصغير بتاع الوقار ال 111 اللي شفناه في فيديوهات كتيرة قبل كده. اللهم لك الحمد. دي كانت الحصيلة النهاردة يا جماعة. زي ما احنا شايفين المرمار كانت أحجامه حلوة جدا بس كان وحايد. الدنيس دخل كويس انه دخل في المية الخفيفة دي. زي ما احنا قلنا المرمار زي ما احنا شايفين حجمه كان معقول جدا. المراية دي يا جماعة انا شايل المقطع بتاعها هعمله شورت فيديو وهتشوفوه قريب. دي داخلة على الكيلو. السمك النهارده كان حيران. يعني ايه؟ بمعنى ايه حيران؟ كان شويه ياكل في القريب تحت رجلك، شويه في 30 متر واسعه، شويه اكتر من 30 متر، شويه ياكل الطعميه وهي واقفه، شويه ياكل الطعميه ولازم تحركها له. فده بيقول لنا حاجه، بيقول لنا ان احنا لما تصطاد شكل للسمك عشان تعرف توقعه. آه، فكر، ركز وفكر. وطول ما المية فيها سمك هتاخد سمك، ما فيهاش سمك مش هتاخد سمك، فيها سمك فكر هتعرف تاخد السمك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. معلش كنت ضيف تقيل عليكم النهاردة. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل. استنوني قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.